واخرتها يا راوية في ايه يا ماما؟ هنرد على الناس نقول لهم ايه؟ انا عارفه بقى. عارفه ده ايه يا بنتي؟ يكونش عاجبك حالك كده؟ لا منك متجوزه ولا منك حره. وايه بس اللي اعمله؟ مادام محسن مش قادر يأجر شقه مناسبه وظروفه مش مساعداه، مفيش داعي يربطك بالشكل ده. ولا يعني كل اللي يخطب واحده بدبله واسوره يربطها جنبه كام سنه؟ لازم نشوف لنا حل. اطمني يا ماما، انا كمان قلت له كده، طلبت منه انه ما يشوفنيش. اهو كده يا حبيبتي، طمنتي قلبي. هو يعني اللي خلقه ما خلقش غيره؟ انا كمان زهقت. ليك حق يا بنتي، يعني اتكل على الله وابعت لجماعه. ماما بقول ما تستني شويه لحسن بعدين يطلع مقلب راخر. مقلب ايه؟ ده بيقولوا عليه متعلم كويس قوي وصاحب مركز. طب ما محسن متعلم ومركزه كويس. بس محسن ما عندوش شقه تمليك زيه. ايه رايك؟ الله، يعني سكتي ما بترديش؟ يا بنتي فوقي، مصلحتك ومستقبلك فوق كل حاجه. بس يا ماما اسمعي، احنا هنخسر حاجه لما نبعت لهم عشان يجوا؟ نتكل على الله ونبعت لمحسن شبكته، ويا دار ما دخلك شر. خلاص يا ماما، اللي تشوفيه. مبروك مبروك، ألف مبروك يا راوية. الله يبارك فيك يا نينا. ربنا يتمم بخير يا عادل. الله يحفظك يا طنط ويقدرني على اسعاد راوية. في الحقيقة عادل وراوية لايقين لبعض خالص. صحيح، كل شيء نصيب. أنا أول ما شفت راوية دخلت قلبي على طول، وقلت لعادل ابني مفيش غير هي دي اللي هتريحك وتحبك. صبرت ونلت يا ابني. القلوب عند بعضها يا ست ام عادل. انا رخرة لما شفت بسلامته عادل دخل قلبي على طول. الله يخليك يا طنط، القلوب عند بعضها. المهم بقى، هنكتب الكتاب امتى؟ مش هنتأخر كتير، بمجرد ما يكمل العفش. لا ما تشغلوش نفسكم، العفش مش مشكلة. مش مشكله ازاي؟ اتجوز بجهاز ناقص؟ لا يا راوية مش قصدي، الجاهز يسد والباقي انا هكمله. ما كفايه عليك يا ابني مصاريف الشقه. ان كان على الشقة طنط فالبركة في ماما، ما خلتنيش احمل همها ابدا. اول ما اتنقلت مصر باعت البيت بتاعها اللي في البلد واشترت لي بثمنه الشقة دي. مش خساره البيت ولا خسارة ولا حاجة يا بنتي. أنا كل اللي يهمني أشوف عادل ابني حبيبي متهني ومرتاح. يا ريت الامهات كلها زيك. ده ابني الوحيد يا ست مجيدة، ابني اللي طلعت بيه من الدنيا. هستخسر فيه حتة بيت؟ والله لو عمارة بحالها ما تبقى خسارة فيه ولا في عروسته. إلهي ربنا يهنيهم ويسعدهم وتكمل فرحتهم عن قريب يا رب. ربنا يخليكي لينا يا ماما يا ست الكل. شايفة ماما طيبة ازاي يا راوية؟ دي مش هتبقى مامتك لوحدك، دي هتبقى مامتي انا كمان. وأنا ماليش بنات، وانت هتبقي بنتي وأختي وحبيبتي، مش مرات ابني وبس. ايه رأيك بقى يا راوية في الشقة لما اتفرشت؟ الله، في الحقيقه بقت جميله جدا. لا واهم ما في الموضوع ان الاوض بتاعتنا كلها على الشارع زي ما طلبتي. اصل مش بحب الاوض اللي على المناور. ما يا حبيبتي ماما لما عرفت كده صممت انها تاخد الاوضه اللي على المنور. بس دي مكتومه شويه. هي فعلا مكتومه شويه، بس اصل ماما بتحب الهدوء وما بتحبش زيطه الشارع. تعرف يا عادل، انا خايفه لا تكون قالت كده بس عشان ما تزعلنيش. لا 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 اطمني خالص يا راوية، ماما مستعده تضحي باي شيء في الدنيا في سبيل انها تشوفنا مبسوطين ومرتاحين. وعشان كده راوية عايزك تحبيها قوي زي ما بتحبك. لازم تفهم يا عادل انها مش مامتك لوحدك، دي مامتي انا كمان. ما انا عشمي كده برضه يا راوية، لانها الست طيبه بصحيح، ضيعت عمرها كله عشان تعلمني بعد موت بابا. مسكينه، قاست كتير، وعشان كده لازم نعوض لها الايام اللي فاتت. ربنا يقدرنا على اسعادها. طب اقول لك ايه، تعالي بقى نقعد معاها شويه قبل ما تروحي. لا تكون نايمه ولا حاجه. لا ابدا، هتلاقيها صاحيه، لكن اصلك ما تسمعلهاش حس طول عمرها كده. تعرفي يا نبيلة يا اختي، انت عملت طيب انك سبت العادل وعروسته البيت دلوقتي، ومش ناوي أرجع إلا بعد ما يفوت شهر العسل. ليك حق طبعا يا أخويا، امال إيه؟ هضايقهم ليه بس؟ هو انت بتضايق حد؟ يا ريت الحموات كلها زيك، خليهم يتمتعوا بحياتهم. يا ست احنا عايزين ايه غير كده؟ غير اننا نشوفهم كويسين ونسمع عنهم كل خير، بس اياك تطلع بنت حلال. إن كان على راوية طلعت بنت حلال قوي وذوق. قال على رأي المثل، لا تذم ولا تشكر الا بعد السنه و6 اشهر. لا يا اخويا، لا يا كان، مش باين عليها زي البنات اياهم، دي حتى بتعزني قوي يا اخويا. وماله، محبب علينا، ربنا يهديكوا لبعض ويوفقكم. ايه رأيك